مع اول واحد بقى بنقابله بنحدف الشنطه دي في وشه. ساعات كده كنا بنسمع لما بنت تقول لمامتها عايزه اقص شعري، او عايزه اسافر مع اصحابي، او عايزه حتى اجرب شغل جديد، كان بيتقال لما تبقي في بيت جوزك اعملي اللي انت عايزاه. قيس بقى على كده حتى الاحتياجات العاطفيه والحب والطبطبه والاهتمام، ده غير طبعا العلاقات اللي دخلناها وفشلت. بنفضل نكبر واحنا شايلين على كتافنا شنطه مكتوب عليها لما اتجوز. مع اول واحد بقى بنقابله بنحدف الشنطه دي في وشه، وبيبقى مطلوب منه يحقق كل اللي فيها. دي احلام سنين ما فيهاش هزار، وقتها كل واحد بيتعامل مع الطرف التاني على انه فانوس علاء الدين اللي هيحقق الاحلام. ومع كل موقف بقى بنتخذل فيه بنبتدي نلوم على الطرف التاني، وكأنه مطلوب منه يحاسب على فواتير مش بتاعته، يصلح ويجبر كسر ويلبي طلبات هو اصلا ما كانش سبب فيها. هتوصل في الاخر ان الطرف اللي على طول مطلوب منه يقبلك ويطبطب عليك يقول لنفسه وانا مين يطبطب عليا، كل ده عشان بحبك؟ طب مش لاعب. وخناقات كبيره وهي في الحقيقه ما بتتخانقش معاك،